ابني هادي جدًا، ما بيتحركش كتير، مستحيل يكون عنده ADHD، وأنا ست كبيرة وما باقعدش أتنطط كده على الكنب وأجري في كل مكان، أنا دايمًا هادية، إزاي تقول لي إن ممكن يكون عندي أنا اضطراب فرط الحركة؟ الجملتين دول باسمعهم تقريبًا كل يوم، المجتمع برمجنا على إنه الADHD لازم يكون فيه حركة كتير جدًا، وإنه الحركة دي في الأطفال وبس، يجري في كل حتة، يكسر الدنيا وما بيسكتش خالص، عشان كده آباء كتير وأمهات وحتى الدكاترة للأسف الشديد في بعض الأحيان بيقعوا في فخ خطير جدا وبيسيبوا آلاف الأطفال والبالغين كبار يعني يعانوا في صمت لسنين طويلة قوي. فالسؤال المهم النهاردة يا حبايبي، هل ينفع يكون عندي أو عند ابني ADHD من غير ما نكون بنتحرك كتير؟ الإجابة العلمية القاطعة أيوة، وبنسبة كبيرة جدا كمان، وده موضوعنا النهاردة، خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومئة ألف مرحبا بكم جميعا يا أحبابي في قناتي، ولا طبعا أكيد قناة حضراتكم أنتم كمان، قناة أخوكم أنس. شوفوا حبايبي، علشان نفهم الموضوع علميا صح خلينا ندخل في العلم نفسه، الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية اللي بيسمى DSM-5. ال DSM-5 الحالي قسم ال ADHD لثلاث انواع. النوع الاول هو النوع اللي فيه فرط حركه واندفاعيه، وده تقريبا اللي كل الناس تعرفه. يعني النوع الثاني اللي هو فيه الاثنين، يعني اللي فيه تشتت وفيه فرط حركه في نفس الوقت. اما النوع الثالث بقى، وده اللي بنتكلم عنه النهارده، هو تشتت الانتباه السائد Inattentive ADHD، اللي كان بيسموه زمان ADD. في النوع ده فرط الحركة ما بيكونش في الجسم، فرط الحركة بتكون جوه الدماغ، يعني الموتور مش شغال في رجله، الموتور شغال في أفكاره، أفكار بتجري ورا بعض بسرعة البرق، زحمة، دوشة داخلية ما بتفصلش أبدا، حتى لو هو قاعد ساكت تماما من بره، يعني جوه الموتور شغال. طيب الموضوع ده بيظهر ازاي في الواقع؟ تعالوا اقسمها لكم علشان الصورة تكون واضحة وضوح الشمس. اولا الاطفال، الطفل ده او الطفلة دي يبقى قاعد كده في الفصل هادي مؤدب، ما بيعملش اي دوشة للفصل او المدرس او المدرسة، بس في الحقيقة هو مش في الفصل اصلا، عقله سرحان في عالم تاني خالص، كل شوية يقعد يبص من الشباك، بينسى أدواته المدرسية دايما، بيسقط منه تفاصيل كتير جدا في كلام المدرس، والمدرس دايما يكتب له في الشهادة بتاعته ذكي جدا لكن غير مبالي، مش معانا، أو يقدر يكون أحسن شوية لو ركز اكتر شوية. الطفل ده بيتظلم لانه ما بيزعجش حد، فما حدش بياخد باله من معاناته اصلا، فبيكبر وبيكون شايف نفسه ان هو انسان كسول كسلان غبي مش فاهم فاشل للاسف الشديد. ثانيا البنات والنساء طبعا، وهنا الكارثة الكبرى، لانه المجتمع دايما بيكون متوقع من البنت ان هي تكون بنت هادية ومطيعة وساكتة وعلى جنب وفي حالها، فالبنت اللي عندها ADHD بتعمل حاجة بيسموه في علم النفس الماسكينج أو التقنع، بتكبت بقى كل الدوشة اللي في دماغها واللي جواها عشان تبان إنها طبيعية قدام الناس والمجتمع، وكمان طبعا عشان تبقى مقبولة عند الناس والمجتمع. بس لما تكبر وتبقى زوجة وأم وعاملة وتطلع بقى في المجتمع ده بجد، بتبدأ بقى تنهار تحت الوظائف التنفيذية، ترتيب البيت، المواعيد، متابعة الأولاد، متابعة العمل، الأمور الحياتية اللي بتبدو طبيعية جدا لناس كتير بتبقى بالنسبة لها انهيار تام في الوظائف التنفيذية. والبنات والستات دايما بيتشخصوا غلط على إنها اكتئاب أو قلق مزمن او انها حساسه زياده، وهي في الحقيقه دماغها شغاله 200 كيلو في الساعه من غير ما يكون في فرامل خالص في دماغها، وده طبعا بيخليها دايما حاسه بان هي قريبه جدا من الانهيار او بانهيار فعلي، لانه الموضوع ده بياخد منها طاقه جباره جدا، فدايما بتكون منهكه تقريبا كليا. ثالثا بقى في الرجال، الراجل اللي عنده تشتت انتباه بدون فرط حركة بدني بيظهر عنده الموضوع في صورة الملل المزمن، ما يقدرش يقعد في اجتماع شغل طويل من غير ما يفصل نص الاجتماع أو يسقط نص الاجتماع، ما يكونش أصلا معاهم في الاجتماع أكتر من 5 دقايق، دايما بيكون محتاج كده تغيير، يغير شغله، يغير العربية بتاعته، يغير بيته، ينقل لمدينة تانية، تغيير دائم، بياخد
قرارات متهورة عشان يدور على أي حاجة تفرز له دوبامين في مخه اللي دايما جعان محفزات. بيكون قاعد معاك في قاعدة وشكله بيسمعك، بس هو في الحقيقة فاصل تماما وبيفكر في 100 حاجة تانية. وهنا بقى لازم وقفة، لأنه بيطلع لي الصوت المعتاد اللي دايما أنا بسمعه: يا أنس ما كلنا بنسرح، كلنا بننسى المواعيد. انتم طلعتوا لنا الترند ده اللي اسمه ADHD، وكل الناس بدأت تلزقه في نفسها كحجة للكسل. كلام يبدو منطقي مش كده؟ بس تعالوا بقى نوزنه بالمنطق والعلم. فعلا انا دايما برد على الحجه دي بمثال بسيط: كلنا بلا استثناء بيجي لنا اوقات، بالذات في الحر اللي احنا فيه ده، ربنا يعيننا جميعا، ان احنا بنعطش. ولما الواحد بيعطش بيكون عايز يشرب، ولما بيشرب في الحر ده بيشرب كتير، فلما يشرب كتير يقوم داخل حمام اعزكم الله كتير، صح؟ ده شيء طبيعي. لكن لو انت بتعطش لدرجه ان ريقك دايما على طول ناشف وبتدخل الحمام 40 مرة في اليوم لدرجة انه ده موقف شغلك وحياتك ونومك، هل ده بقى طبيعي؟ ولا ده معناه ان في حاجة تانية؟ يمكن ده يكون عرض لمثلا مرض السكر وتبقى محتاج علاج. وصلت الفكرة؟ ايوه، نفس الفكرة كده بالظبط مع الاي دي اتش دي. كل الناس بتسرح طبعا وكل الناس بتنسى، لكن الانسان اللي عنده اي دي اتش دي التشتت عنده مستمر يومي، واهم كلمة في الموضوع: مؤثر سلبيا على جودة حياته، مبوظ علاقاته الزوجية، مخليه يتفصل من الشغل، مخليه مش قادر يكمل دراسته، مدمر ثقته بنفسه، ومدخله في اكتئاب وجلد ذات ملوش اخر. فده مش ترند ولا موضة ولا كلام سوشيال ميديا ظهر لينا فجأة كده. الحاجة الوحيدة اللي ظهرت فجأة انه الناس بدأت تتكلم عنه، لكن هو دايما كان موجود قدم البشر. ليه؟ لانه ده جيني، خلل كيميائي في الدماغ، في هرمونات زي الدوبامين وغيره. والموضوع ده متوثق علميا من سنة 1775 يا حبايبي، من طبيب ألماني كتب الأعراض كلها في كتاب ووثق الأعراض وشخصه. فبلاش نستخف بمعاناة الناس لمجرد إننا مش شايفين المعاناة دي بعينينا. ومن خلال تجربتي أنا الشخصية وخبرتي أنا الشخصية اللي هي أكتر من 25 سنة في مجال التربية تعليم ومجالات تانية أخرى، ومعاصرت طبعا آلاف الحالات، أقدر أقول لكم بقلب مطمئن تماما: أخطر أنواع ال ADHD هي الأنواع الخفية دي اللي ما فيهاش حركة بدنية ظاهرة للناس، ما فيهاش يعني فرط حركة خارجي، لأن المعاناة كلها بتكون في الداخل جوه، والشخص بياكل في نفسه أو الطفل بياكل في نفسه وهو ساكت تماما. فيا حبايب قلبي، لو أنت أو ابنك بتعانوا من الدوشة الدائمة الداخلية والتشتت اللي مبوظ حياتكم تماما، حتى لو كنتم أهدى الناس في العالم من بره، أرجوكم بلاش تجاهل الموضوع ده. التشخيص السليم عند متخصص صح هي أول خطوة في الطريق، طريق النور. انت مش غبي وانت مش كسلانة ومش اقل من حد، انتم بس محتاجين تفهموا كتالوج مخكم المتصمم بطريقة مختلفة. ربنا يا رب يشرح صدوركم وينور بصيرتكم ويريح الدوشة اللي جوه عقولكم. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك انت، او حسيت انه بيفسر حالة حد انت تعرفه، شيره، ابعته لي، يمكن تكون انت السبب في انقاذ انسان كان فاكر نفسه فاشل. بحبكم جدا في الله واشكركم على حسن استماعكم، ونراكم ان شاء الله في الفيديو القادم. انا اخوكم انس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.